السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل وصفة جديدة وهي البطاطس المطبوخة بالفراخ، بس المرة دي هنعملها بالصلصة. أول حاجة جبنا فرخة كاملة زي ما انتم شايفين قدامنا كده، والفرخة ديت غسلناها كويس جدا بالملح والسكر والليمون والدقيق، دعكناها كويس جدا جدا التنظيف العادي اللي اي ست بيت طبعا تعرفه، وطبعا كلكم شاطرين. الفرخه طبعا هبتدي بقى دلوقتي ان انا اعمل لها فتحات من جوه علشان اي تتبيله تخش جواها. الفرخه هي من جوه بصوا متنضفه ازاي. هبتدي بقى ان انا اعمل فتحات كده، اشق فتحه جوه كبيره بالشكل دوت. وطبعا الفتحات ديت برضو بتساعد على التسويه. تمام كده. ادي الفراخ اهيت. جبت بصلايه بشرتها وطماطميه بشرتها، بتخلي ريحه الفراخ حلوه قوي. هنحط بقى ايه؟ هنحط ربع معلقه فلفل اسمر، تمام كده. وهنحط ملح، نحط ملح. وهنحط بهارات لحمه تبقى تخلي طعم الفراخ طعمها حلو قوي. وهنحط بابريكا، وهنحط كمان ربع معلقه كزبره ناشفه وسبع بهارات، تمام كده. هنقلب كله ببعضه كده، هنقلب التوابل مع البصل والطماطم، تمام كده. هنعمل ايه؟ هنحط بقى نتبل الفراخ. تتبل الفراخ اهي، ريحه التتبيله حلوه قوي. هنتبل بقى الفراخ عشان بتديها طعم حلو قوي اهي بالفتحات. وهسيب شويه من التتبيله اهي. الرقبه كمان بتبلها، وادي الجناح بتبله، واعمل فيه فتحات برضك. الجناح اهو اعمل فيه فتحات اهو عشان احط التتبيله جواه اهو. بيديها طعم حلو قوي تحت الجلد كمان وبين العظم. واعمل برضك هنا فتحات. حاطه هنا تتبيله الفراخ اللي احنا تبلناها اهيت، هنسيبها قيمه ايه؟ اقل حاجه نص ساعه، بس الافضل تسيبها ساعتين او من بالليل. التوابل بتديها طعم تحفه، والله هتدعولي عليها، جميله. حطينا معلقه زيت دهيت، وهنحط ذره ملح عشان ما تطرطش، عشان الفراخ ما تطرطش كده. وهننزل بالفراخ اللي احنا تبلناها بقى قدام حضراتكم على نار عاليه، نديها صدمه. اهي الفراخ اهي المتبله. على نار عالية، مش هنهدي النار خالص عشان نديها صدمة. مش هنزل بالفراخ كلها عشان الطاسة ما تبردش. هنقلب الفراخ بقى. الفراخ الحمراء كمان نديها بس ايه صدمه.
الفراخ جميله قوي. هنحمرها على الوش التاني بقى، كل ده على نار عاليه عشان ما تنزلش ميتها. هنشيل بقى الفراخ اهي، هنشيلها بقى. هتحمرت كمان. مكان بقى تحمير الفراخ هننزل بقى بالايه بالبصل، مقطعاه جوليان او حلقات، وفلفل احمر وفلفل اخضر. مكان الفراخ بقى كده نديها تشويحه. هندي بقى للبصل تشويحه كده تاخد من ريحه الفراخ وريحه التوابل. تمام كده. مش هنحمر البصل ولا الفلفل، هديله بس ايه قيمه ايه تتبيله كده، تشويحه بس، قيمه تشويحه. قطعنا البصل اهوت، البطاطس اهي، قطعنا البطاطس بالسمك كده عشان ما تنهريش مننا، ولا رقيقه عشان ما تتهريش، ولا تخينه، وسط اهي. هننزل بقى بالبطاطس. البطاطس ايه مغسوله ومنقوعه في ميه نظيفه اهي. هننزل البطاطس برضك ايه تشويحه. هنشوح بقى البطاطس عشان تاخد من ريحه التوابل بتاعه الايه الفراخ. وهننزل بقى بالايه بقيه التتبيله اللي احنا كنا عاملينها للفراخ، هننزل عليها بقى كده، تديها طعم حلو قوي. جربوها والله العظيم هتعجبكم ان شاء الله اهي. هنشوح بقى الايه البصل، الفلفل الايه الاحمر، الفلفل الاخضر، عايز تحط فلفل الوان زي ما انت عايزه، مع تتبيله الفراخ بقى اللي احنا حطيناها، تديها طعم حلو قوي. شوحنا بقى البصل مع الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر، وشوحنا البطاطس مكان التحمير الفراخ. هننزل بقى بعصير الطماطم اللي انا مفرزاها اهي، اللي انا مفرزاها. هننزل بقى معلقه صلصه عشان نعزز اللون اهي، معلقه صلصه. هنديها بس غلوه كده وبعد كده ندخلها الفرن. هننزل بقى بالفراخ، هننزل بالفراخ اللي احنا محمرينها بقى اهي.
هننزل بقى بشويه ميه كده عشان ما تبقاش البطاطس ايه ناشفه كده. نسيت اقول لكم ان انا حاطه مع بشر الطماطم والبصل فصين توم بشرهم كمان مع الطماطم والبصل، نسيت اقول لكم اهي. هديها غلوه بس كده وبعدين ادخلها الفرن. هنزل بقى على الوش كده بشويه زيت عشان تلمع الايه الفراخ بالبطاطس، والبطاطس بتحب الزيت وانا عاملاها بسمنه، عاملاها بزبده. ادي شويه زيت اهمت عشان تلمع الفراخ. هحطها بقى هي استوت ايه 3/4 سوا، هندخلها بقى الايه تحت الشوايه. ادي الفراخ اهي بالبطاطس.